مبدئيا في تنمر على هات التيك توك وحذف التنمر على الضيق. هلا بيجيني واحد راس امه مسطح يقول لي ليش عم تتنمر على العالم؟ روح شوف اسنانك بالاول. بين السن والسن بتدور سياره شحن قاطره مقطوره. في عندي سن منعزل مطلق وعنده 9 اولاد. يا احمق، هلا قلت الحكومه تفرض علي ضريبه مي، انت بتقدر تفرض عليها ضريبه مي؟ اكيد لا يا اخوي، في الشغله قوه وضعف. والله لا صير بالشارع الاسد اليوتيوب. يوتيوبر ما بعجبني بطلع بطبخ عليك الموضوع بيفضح عرضه. شو وصلنا بالشارع الاسد من الوسخه على ضريبه المي؟ بس في عبره الموضوع، دوروا عليها بتلاقوها، في عبره بالموضوع خوي، في يعني في انتوا نكشوا عليها بتلاقوها. يا العبره بتقول لا تامن بالرجال مثل المي بالغربال. اي غربال ورجال. المهم ما علينا. خلاص انا يما ويما ويما يما 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 ويما ويما يما 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 يما. دودي هي للمرأة تشيل الحجاب وترجعيه. دودي شو عم تعلمك لحد السكر واحد يعرق واحده بعد الاكل؟ دودي انت يمكن الوحيده تفوتي على النار بسبب حجابك. دودي انت الملائكه احتارت بوصفك، انت من جماعه النار ولا من جماعه الطاهر القلب نقيا؟ ذاكر لله. يا رب العالمين. الله والله يا دودي شايف فيك حرس المربع حصل نشاط بجهنم. اكيد راح يحطوك حرس يخربتك مثل البطبخ. دودي بعد محطه الحجاب راح يضل اسمك القحبه ضدي شخصيا وراح تصير من جماعه الطاهر القلب نقيا. يا رب العالمين. شيل الحجاب باسد، بل زت الاسد لبسته، فلان ثاني زت الاسد شلحته، واحد ثاني زت الاسد تألحي. خذوا هاي العبره، دودي تشلح كل شيء مشان الاسد. الشباب حد يبعث لنا نعملوا فيديو عن دودي، يعني فيديو ثاني عن دودي بنلتقي نحن ودودي بالاخره بجهنم. يعني هي الاحمد دودي شخصيا ونحن ملوك جيش الخلط، يعني في فرق ثقافات. ما حلو نقطع طريقة على جهنم مشان دودي. والله لا يشمتوا فينا الكفار من ورا دودي، والله الكفار لا يشمتوا فينا، والله ابو لهب غير يعلق زينه ويعمل عرس. معلم انا كنت عم بقول انه انا مسافر ومين راح يستلم مشاهير المانيا والفتنه تبعيتهم؟ تسلم مشاهيري مين بوجود جيش الخلط؟ يعني نحن بدنا وانا خبر ما بعرف. انت راس بلدك هدي حدا التاخ، ما لازم يكون اسمك حرشي، انت لازم يكون اسمك بسه فكحه طلقها وعدت منه اولاد من قطع من الجيران بالحرام وكثير عليك. خلينا نشوف مشاهير المانيا بالشرط منهم هيك تاخ هدي حناش اصابعك بتحجون بمحل ثاني. بما انك درويش وعلى البركه وما عندك اسباقيات بالسجلات عنا، خلاص هالمره سماح، خلاص مره سامحناك. انت بس شفت بالطريقه تعمل لنا تاخ لهون. كنت فيه اذا عجبك الفيديو حطوا لايك واشتركوا القناه والسلام عليكم.